اهم حاجة كده على دخلة العيد الكبير، كل عام وانتم بخير. نبدأ نعمل حاجات جديدة ومبتكرة. عاملين النهاردة طاجن ورق عنب وحاطين عليه كوارع ومسويينهم مع بعض في الفرن. ما اكتفيناش بيهم، حطينا كمان للناس على السفرة كوارع وشوربة للناس اللي بيحبوا التقليدي. هنبدأ بورق العنب، وطبعا هنعمل الخلطة الاول بتاعة الرز اللي هي بتبقى رز وصلصة والخضرة وتوم وبصل، وطبعا التوابل بتاعتنا، وكل ده هكتبه لكم بالتفصيل في الديسكريبشن، ما تنسوش تبصوا عليه. ورق العنب بقى في الطاجن هنعمل له خلطة كده، مية وهنحط عليها سماق وشوية ملح وشوية دبس رمان ونقلبهم كويس ونسقيهم في الطاجن. وبعدين هنحط عليه زيت زيتون من فوق علشان نقفل الطبق، وزيت الزيتون بيدي طعم حلو وكمان بيدي لون حلو. نروح بقى للكوارع وننضفها. هضيف لكم لينك الفيديو اللي فيه طريقة تنظيف الكوارع بالتفصيل. دلوقتي بقى هناخد الكوارع بعد ما سويناها وهنحطها في صلصة علشان يطلع طعمها اجمد حاجة. حطينا زيت وتوم وحطينا عصير طماطم وكمان هنحط صلصة الطماطم. طبعا نقلب كويس ونحط شوية خل وبعدين نحط التوابل بتاعتنا. غليت اهي وجهزت. نجيب بقى الكوارع، على فكرة احنا كنا مسوينها اصلا في حلة الضغط، وبرضه هحط لكم لينك للفيديو اللي سوينا فيه الكوارع في حلة الضغط. وبعدين حطيناها في الصلصة وزي ما انتم شايفين عمالة بتتحرك جوه اهي. خلاص بقى حطيناها في الصلصة خدت الطعم. نروح بقى نحطها على ورق العنب علشان نكمل التسوية. هنروح بقى الفرن على درجة حرارة 180 ولمدة 35 دقيقة. نحط الطاجن جوه، وما تنسيش تعملي تشيك على ورق العنب علشان الورق بتاعه ما ينشفش. لازم تعملي تشيك وتتأكدي ان هو ما نشفش، ان هو مجرد استوى بس. خدنا بقى الحاجة وبالبلو توتش بتاعنا عملنا كده تحميرة حلوة كده على الكوارع من بره، وطمنا ان كله تمام. وخدنا بقى الكوارع بتاعتنا اللي هي العادية اللي ما عملناش في الطاجن عشان الناس اللي بتحبها عادية، وحطيناها مع الشوربة وظبطنا سفرة 100. طبعا احنا مجهزين لكم الطريقة قبلها بمدة علشان ان شاء الله على ما يجي العيد تعملوها. وما تنسوش طبعا تحطوا جنبها السلطة علشان تطري على قلبكم، وتحطوا كمان شوية من الصلصة اللي عملتوها عشان لو حد عايز يحطها على وش الكوارع. والف هنا وشفا، وكل عام وانتم بخير. وتابعوا الوصفات بتاعتنا واعملوا لنا لايك واعملوا لنا سبسكرايب على القناة.